السلام عليكم حبايبنا، صبحكم الله بالخير والعافية. رجعنا لكم بفيديو جديد ويا الشهادات إن شاء الله. طبعا حتى لا يؤخذ كلامي يعني خطأ، البارحة أنا قلت يعني الطيور ما لحقت أشددها شبابنا. هاي يعني سابقا أنا الطيور ترى مشددها والطير عندي والحمد لله وضعيتها تمام. وشغلة ثانية من حبيت يعني التنويه لأن خطيرة جدا، يعني خطيرة جدا. أنا بينت البارحة بما يخص التنظيف، بينت البارحة بما يخص التنظيف. التنظيف بدون تعقيم، خاصة إذا عندك أمراض، هذا يعني خطأ، يعني يكلفك يعني عواقبه وخيمة بصراحة. أنا لساني من أجل أنظف الغائط ماطر عبارة عن مرض، يعني خاصة إذا عندي إصابة. فمن أجي أنظف أني لابد إنه بعد هذا التنظيف، بعد ما أشيله، لازم أعقمه بالقاصر، لازم أعقمه بالقاصر. أكو ناس تقول لك يابا أو فلا تنظف، ترى بس نظفت أمراض. أي صح، الأمراض موجودة. ليش؟ لأن أكو الغائط بأمراض، سواء مرض البكتيريا أو كذا. المرض البكتيري هو طبعا يعيش على الرطوبة وكذا، فبديهيا إنه مثلا أكو غائط موجود، يجي فوقه غائط بغائط ويظل رطب، فتتهيأ له يعني الأجواء المناسبة حتى يعني تبقى البكتيريا. فلا بد انه بعد ما اشيله ضروري تنظف، ورا التنظيف يعني ضروري جدا جدا جدا، يعني شيء متلازم. يعني مثل ما دا انظف حتى احد من الامراض والاسقام، بالتالي بديهيا يعني لازم اعقمه بالقاصر، يعني لازم، والا يعني ممكن يصير حبات الاكل على المكان هذا الرطب اللي موجود بكتيريا، ويرجع مرة الآخر الأمراض. فأني يعني اقتضى يعني التنبيه حتى لا يؤخذ كلامي إنه يعني إن شاء الله أخوان حطيت لكم هذا إني أسأل الله التوفيق. يا الله، بسم الله. هاي الأخوان، طبعا عندي الكورنك اليوم هم تعبان، وعندي وحدة منه وهاي هم وحدة، يعني أسأل الله التوفيق. الطيور والله خالها على راحتها، ما دا ألح عليها، ما دا ألح عليها، تبارك الله ما شاء الله. طيور لامة، طيور لامة بفضل الله عز وجل. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. بسم الله ما شاء الله. أني الطيور بصراحة ما راح أفترها لأسباب، يعني أني ملجوم منها سابقا. شون الأسلاك، أني
هاي الاسلاك اني كلفتني هواي طيور. شوفوا هسه اقلها الطير، طبعا الطير لما تبقيه بذيله الطير حيربوع، الطير حيطير بمستوى جيد. تمام. التشتير اوكي، بس اني ما اقدر يعني بصراحة ما اقدر. الشمس بعين بينات من بينات والله ما ادري. يا الله. يرجعني وراهن. بسم الله. شوي حرق جنحه ولا مريض. هاي غير مريض بس الحمد لله. هذا الكورنك طلع قبل. ياد. فبصراحة يعني الأسلاك هاي بوقتها ما ممكن موثقها يعني بوقتها يعني. كانت عندي حنان يا طير ما تلني والله هواية بصراحة يعني. ما تلي هواية طير والله، هو بسبب الأسلاك بصراحة. بسبب الأسلاك ما تلي هواية طيور، لأن هذا ما يسيطر على نفسه. أنا أدلح عليهم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد الطيور بعدها وجاعة والله، والملحة. عندنا مشكلة هسه نعاني منها، المنزال مالهن ما دا يسيطرن. ان شاء الله ينزل نزلة صحيحة. حط هنا أنا واحد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بسم الله. ان شاء الله نحاول بالايام الجايه خلينا نحط على الدشر. نحاول نخليه نحطن على الدشر ان شاء الله. بسم الله. يا الله. يا الله يا الله. بعد وراها شغل. ان شاء الله التوفيق.
نسأل الله التوفيق اخوان. طيور بعدها بصراحة والله بعدها هي ان شاء الله عدت باذن الله. احنا نسأل الله انه بعد ما نذب يعني ريشة. اللهم امين يا رب. سألني الكورنك وواحد الاخ هاي او الاولانية ذني يعني خوفا سبحان الله، لان صار اكثر من 4 ايام الغائط ماله مدى اقدر اشخصه بصراحة، يعني جديد علي. جماعة الزرقاء بهيئات الزرق ما لحقنا نطير سبحان الله العظيم من وراء المرض، خفنا عليهن نطلعهن بالسطح. بلكن ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله بما اذا الله وفقنا ان شاء الله وقامنا بخير وسلامة. بعد احنا الغرض انه يقومن، يعني بعد ما عندنا اصابة من صارت هاي الجزئية، بعد الطيور نلقحها ما عليها شيء، بعد الطيور نلقحها ما عليها شيء. والله مشكلة من سطح على سطح قريب، والله مشكلة ذا سطح على سطح سبحان الله العظيم. مشكلة بديت حكي ثواني اخوان وارجع لكم ان شاء الله. رجع لكم اخوان. هاي طبعا هذا شوفوا العمارية هاي مفيدة يعني جدا للفرخات. اول شي تقدر تنقل بالطيور، الفرخة تحب هاي المسائل، يعني تستلذ بيها. تلاحظ من اول ما تصعد عليها مرة تبقى عليها دقيقة بس تصعد مرة واحدة، حتلقاها اذا نزلت اكلت ترجع تصعد فوق. هذا الشاخص يخليها تعين اكثر، يميز سطحك عن البقية، تمام. فكلش مهمة هي. طبعا هاي على وشك الانهيار لان سبحان الله ما سوتها تمام، فباعوا اذا شوفوها عوجة ومن هناك مثل شلونها هي كانت عدلة بس صارت عاصفة من هواء قوي، فسبحان الله يعني شو اسمه صار بها خلل يعني. فان شاء الله بالمستقبل القريب ان شاء الله اذا الله وفقنا ان شاء الله ناويين على السابع باذن الله نذب وجبه فرخات ان شاء الله، اذا الله خلانا طيبين وصار لنا واهس نذب وجبه فرخات حمر ان شاء الله. هاي نفسها هي تندبها ما هي اخوي مال اخوي هشام، اخ وصديق مقرب جدا يعني. تحياتنا له اخونا هشام، هاي جاري هي، الله يحفظه ويبارك بعمره وبأهله، اللهم امين يا رب. فهاي تنزل احاول اخليها هنا مكان ذني، واخلي ان شاء الله من الطول للطول، هذا من الطول للطول متره. العرض مالها النزال مالها متره، والعرض مالها خلي 3 مترات على طول البرج، وتثبت بشكل صحيح. واللي هاي تكفي تقريبا يعني 100، اذا من الطول للطول تكفي 100. وانا هذا العدد ما احبه بصراحه اكون صادق يعني. انا ضج من الهوسه، انا احب العدد 50 60 من هذا يعني هذا العدد. ما احب الكثره حيل ما احبه. طبعا عندنا هاي نفس اعراض الكورنك، شوفوها ما اعزلهن لين دبوا غنذني. والله طيرة سبحان الله، محزمة تخبر
وهذا يمين كذلك. ساعة سبحان الله. والله هذا الكورنك ظل 3 أيام بالشارع، ما شايف دشر، 3 أيام ظل بالشارع وبعدها اجاني. سبحان الله العظيم، معقولة تجي تموت النوم؟ سبحان الله العظيم، أسأل الله أن يعافيك. والله الحمد لله على كل حال، احنا ماكو اعتراض على أمر الله عز وجل، وراضين بما يعني الله قسم لنا اياه، والحمد لله